هلا بعد الغيبة. تخيل معي عالم مظلم مليان شياطين بتتسلل في الليل، وصبي اسمه تانجيرو بيحاربهم عشان ينقذ أخته نيزوكو اللي اتلعنت وبقت شيطانة. السلسلة اللي كسرت الدنيا حرفيا من مانجا لأنمي لأفلام حققت أرقام قياسية وخدت قلوب ملايين حوالين العالم. في الفيديو ده هلخص لكم رحلة تانجيرو وأصحابه جزء ورا التاني، من أول دموع الفقدان لحد سيوفهم اللي بتنور في الضلمة. يلا بينا نغوص في عالم ديمون سلاير أو قاتل الشياطين. يلا بينا. القصة كلها بتبدأ في شتاء طويل جدا. شاب اسمه تانجيرو كامادو كان شايل أخته على ظهره، وكانت مصابة إصابة خطيرة جدا. كان بيتمنى يلحق يعالجها بأي طريقة ممكنة. قبلها بأيام كان عايش مع أمه وإخواته في بيتهم البسيط، وأبوه كان ميت من قريب، وتانجيرو بقى مسؤول عنهم كلهم. كان بيطلع كل يوم العصر يبيع فحم علشان يقدر يصرف عليهم ويدفع المصاريف. في مرة وهو راجع من البيع الفحم لقى ولد من القرية محتاج مساعدة، فساعده طبعا لأن دي من سماته هو. ولما الليل قرب كان ناوي يرجع بيته، لكن واحد من أهل القرية قال له يستنى عنده لأن في إشاعات إن الشياطين بيهجموا بالليل والأحسن إنه يستنى للصبح. تانجيرو طبعا سمع الكلام ده، وتاني يوم الصبح رجع على البيت، لكنه لما وصل انصدم بمنظر بشع جدا. كل عيلته اتقتلت، الوحيدة اللي لسه فيها روح كانت أخته نيزوكو. تانجيرو حاول يشيلها ويجري بيها على القرية يمكن يلحق ينقذها أو يعالجها، لكن وهي في حضنه نيزوكو فجأة تحولت للشيطان وهجمته. ولما سمعت صوته بينادي عليها وبيعيط دموعها نزلت ووقفت. في اللحظة دي ظهر شاب بالسيف، ده كان توميوكا، واحد من أقوى صيادي الشياطين. توميوكا ده كان هيقتل نيزوكو لأنها بقت شيطانة خلاص، لكن تانجيرو فضل يحاول يمنعه بأي طريقة بس فشل. توميوكا قال له انه كان مكلف انه يحرس الغابة دي، لكنه اتأخر فما لحقش ينقذ عيلته. لكنه لاحظ ان نيزوكو مختلف عن باقي الشياطين فرحمها وغمد سيفه وخلاها تفقد الوعي. تانجيرو وقع على التلج وشاف رؤية لعيلته الميتة. امه في الرؤية كانت بتعتذر له، بتوصيه يهتم باخته. لما فاق لقاها جنبه ومحطوط حاجة في بقها علشان ما تعضش حد. بعدها توميوكا قال له يروح يدور على شيخ او استاذ اسمه ساكونجي اوروكوداكي عايش عند سفح جبل اسمه ساجيري. قبل ما يمشي قال له اهم حاجه ما تخليش نيزوكو تشوف ضوء الشمس لانها هتموت. بعد ما دفن عيلته بايده مسك ايد اخته وخرجوا سوا من بيتهم اللي اتدمر علشان يقدر ينقلها الصبح من غير ما الشمس تحرقها. عمل لها صندوق كبير تقعد جواه وشالوا على ظهره. وهم في طريقهم للجبل واجههم شيطان وقدروا يهزموه. بعدها ظهر اوروكوداكي، ولما شاف عزيمته قرر يدربه. كان زمان هشير على الميه، دربه تدريب قاسي جدا لحد ما بقى جاهز للامتحان النهائي اللي هيخليه صياد شياطين رسمي. وفي يوم كان تانجيرو بياكل، الاستاذ بتاعه قال له خلاص انه علمه كل حاجه، ومن هنا هيواجه عالم صعب مليان مخاطر. الاستاذ قال له ان الشياطين بياكلوا بشر علشان يقووا نفسهم، وكل ما ياكلوا اكتر قوتهم بتزيد، وبعضهم بيغير شكله او بيعمل سحر غريب. وقال له لما حاسة الشم عنده تتطور هيقدر يشم حتى عدد الضحايا اللي اكلهم الشياطين. وقبل ما يطلع للامتحان الاستاذ اداله قناع تعويذه معمول بايده للبركه والحمايه علشان يحميه. وفي الصبح ودع اخته اللي كانت نايمه ومسك ايدها وقال لها انه هيرجع مهما حصل. الشيخ او الاستاذ طمنه انه هيهتم بنيزوكو لحد ما يرجع. تانجيرو راح جبل اسمه فوجي كاساني علشان الامتحان النهائي، وهناك شاف شباب في سنه كلهم بيحاولوا ينجوا. بيقدم الامتحان ده توأم بيشرح لهم ان الغابه محاطه بزهور اسمها الوستريه اللي بتبعد الشياطين، ومهمتهم ينجوا 7 ايام جوا الغابه. بعد ما خلص الامتحان فضل هو و3 تانيين بس احياء. زعل جدا على اللي ماتوا، لكن التوأم باركلهم وقال لهم انهم بقوا رسميا من الصيادين في اول رتبه اسمها ميزونوتو. وكمان ادولهم غربان اسمها كاسوجاي علشان تديهم اوامر ومهام وتوصل رسائل ليهم. واحد فيهم خد عصفور بدل الغراب، وبعدين كل واحد اختار حجر مخصوص علشان يصنعوا منه سيوفهم. تانجيرو اختار بالحاسه بتاعته. في مكان تاني الغراب راح يبلغ واحد غامض انه في 5 نجحوا. تانجيرو رجع تعبان جدا للجبل، ولما شاف نيزوكو اخته حضنته وجريت عليه. اوروكوداكي تأثر جدا وقال ان نيزوكو غالبا بتنام وقت طويل بدل ما تاكل بشر علشان تعالج نفسها، وقال له كمان ان في شياطين عندهم فنون دم شيطانيه. بعد ايام جه صانع السيوف هاجي نيزوكا وجاب له سيفه المصنوع من معدن مخصوص بيمتص ضوء الشمس. ولما تانجيرو طلع السيف بتاعه لقى لونه اسود، لون نادر بيقلق الناس. الصانع كان نفسه يشوفه احمر فزعل جدا. بعدها الغراب جاب له اول مهمه، يروح قريه في الشمال الغربي لان فيه بنات بيختفوا. تانجيرو راح وحارب الشيطان اللي ورا الموضوع. قبل ما يموت الشيطان قال له معلومه مهمه جدا، في شيطان واحد بس دمه بيحول البشر لشياطين وهو الاصل بتاعهم. اول شيطان في التاريخ من اكتر من 1000 سنه موزان كيبوتسو
كيبسوجي. تانجيرو لاحظ انه مش الوحيد اللي بيعاني، وفي ناس كتير اتأذوا من موزان وبيكرهوه. وفجأة الغراب ظهر بمهمة جديدة يروح حي أساكوسا في طوكيو، اتضايق انه لسه ما خلص مهمة وداخل في التانية. ولما وصل أساكوسا بهر جدا بالانوار العالية والترام. بوسط الزحمة شم ريحة قوية مألوفة، قام بسرعة ودور عليها لحد ما لقى موزان كيبتسوجو بنفسه اللي مسكه من كتفه. موزان اتلفت وبص له بعينين حمراء زي عيون القطط. تانجيرو حاول يطلع سيفه لكن فجأة ظهر صوت طفل بيقول بابا. تانجيرو اتصدم لما شاف موزان عامل نفسه بني آدم وعنده زوجة وطفلة. مراته سألته يعرف تانجيرو، قال لها لا أكيد حد شبهه. وبعدها هجم على واحد في الشارع بخفة. الشخص ده تحول شيطان قدام الكل وعض مراته. موزان مشي عادي جدا مع عيلته المزيفة، وتانجيرو فضل يصرخ انه هينتقم، لكن الشرطة جت وضربته بدل ما تساعده. وفجأة ظهر فن دم شيطاني خلى الشرطة تشوف أوهام وورود بتطير حواليهم. تانجيرو لقى نفسه قدام شيطانة اسمها تامايو ومعها طفل شيطان اسمه يوشيرا. قالت له انها قدرت تتحرر من سيطرة موزان وعايزة تخلص عليه، وقالت له كمان انها بتحاول تلاقي علاج يحول الشيطان لإنسان من تاني. فجأة شياطين مبعوثين من موزان هجموا عليهم. واحد منهم عنده عيون في ايديه والتانية بتحدف كور بقوة قاتلة. تانجيرو قتل واحد وتامايو سحرت التانية، واكتشفوا ان الشياطين الضعاف لو قالوا اسم موزان بيموتوا فورا. بعد كده نيزوكو صحت وبصت لتامايو ويشيرو بحنية وحضنتهم، خلت تامايو تعيط لانها شافت ان نيزوكو لسه شايفة البشر اهلها. تانجيرو شكرهم ورفض يسيب نيزوكو عندهم، عايز يكمل معها الطريق. بعدها الغراب اداله مهمة جديدة، قابل صياد شياطين تاني اسمه زينيتسو. تانجيرو افتكره من الامتحان. لا زينيتسو بيترجى بنت تتجوزه. زينيتسو كان خواف جدا لكن سمعه قوي جدا وبحس بالناس الطيبين. مع بعض راحوا مهمة في قصر غامض في الغابة، لقوا طفلين قالوا لهم ان الشياطين خطف اخوهم. جوه القصر الشيطان كان بيغير شكل الأوضة بضربات على طبل في جسمه. تانجيرو وزينيتسو تفرقوا. زينيتسو كان مرعوب جدا بس فاكر كلمات معلمه انه ما ينفعش يستسلم. وفي نفس الوقت ظهر صياد شياطين لابس قناع خنزير وبيحارب بجنون. بعد قتال طويل تانجيرو وزينيتسو انتصروا، لكن الصياد الثالث حاول يكسر صندوق نيزوكو. زينيتسو حماه بجسمه لانه واثق في تانجيرو. تانجيرو ضربه بنطحة وكسر القناع وطلع اسمه إينوسكي. بعد كده كملوا مشي سوا ودخلوا بيت ست عجوز استقبلتهم بحب اكلتهم. زينيتسو اتصدم لما عرف ان في بنت في الصندوق، وبعد ما شاف الجمال نيزوكو اتلخبط اكتر وبدا يعجب بيها. وبعد ما ارتاحوا الغراب ادالهم مهمة جديدة، يروحوا جبل ناتاجومو. هناك واجهوا شياطين على شكل عائلة عنكبوت. تانجيرو وإينوسكي حاربوا الاب الشيطان الضخم، وزينيتسو رغم خوفه استخدم فن التنين وهزم شيطان العنكبوت. تانجيرو كان بيواجه خصم قوي جدا قدر انه يأذيه جامد ورماه هو وإينوسكي بعيد في الهواء. تانجيرو حاول ينفذ تقنية قوية لكن الشيطان صدها وحدفه بعيد، وده خلى إينوسكي يلاقي نفسه لوحده قصاد الوحش ده. في نفس الوقت زينيتسو كان خلاص تعبان جدا من السم اللي اتحط من العنكبوت فيه وفقد السيطرة على جسمه، ولما كان خلاص هيستسلم شينوبو وصلت وساعدته. تانجيرو بعد ما نجا من الوقعة شاف مشهد صادم جدا. الشيطان اللي اسمه روي وكان شكله طفل صغير بيعذب واحدة شبهه وفكرها بنته. روي قال ان اللي بينهم رابطة عائلية، لكن تانجيرو حس بخوف وكره جواها فوقف له وقال له ان دي مش عائلة حقيقية. روي اتعصب جدا وقتل صياد شياطين تاني قدام تانجيرو وهدده. إينوسكي كان مجروح وتعبان جدا لكنه استخبى شوية لحد ما الوحش الاب بدأ يدور عليه بين الشجر. إينوسكي حاول يقاوم خوفه وألمه وهاجمه وفكر انه كده هيكسب، لكن الوحش تحول لشكل اقوى واضخم خلاه مرعوب. ورغم كده إينوسكي افتكر اصحابه وكلام تانجيرو وحاول يكمل، لكن سيوفه اتكسرت واتضرب ضرب جامد جدا وكان خلاص هيموت. هنا ظهر جيو فجأة وانقذه وقتل الشيطان ده بسهولة، وده خلى إينوسكي يتصدم من قوته. تانجيرو كان لسه بيتقاتل مع روي، ورغم انه حاول يتفادى ضرباته روي قطع له سيفه وخيوطه الحادة جدا وخلاه مكشوف من غير سلاح. في الوقت ده إينوسكي كان بيتفرج على جيو وهو بيخلص على الوحش الاب بسهولة، وجيو مسك إينوسكي وربطه علشان ما يتصرفش بتهور تاني. في ناحية تانية زينيتسو كان خلاص جسمه كله سموم، لكن شينوبو وصلت وادته ترياق علشان يشفيه ومدحته انه قدر يصمد قدام السم. شينوبو كمان حاربت بنت شيطانة كانت تحت امر روي، لكنها استخدمت سم بدل ما تقطع راسها بالسيف لان سيفها ما يقدرش يقطع روس الشياطين. واتضح ان البنت دي تعرضت لتعذيب رهيب من روي علشان تجبرها تكون جزء من عيلته الكذابة. رجعنا للروي لما شاف العلاقة القوية بين تانجيرو ونيسوكو اتجنن وقرر ياخد نيسوكو منه، لكن نيسوكو ضحت بنفسها علشان تحمي اخوها وده خلاهم ياخدوا قوة جديدة. تانجيرو افتكر تقنية ابوه اسمها هينوكامي كاجورا وخلطها مع تقنية الدم نيزوكو المتفجر وقدر يقطع خيوط روي ويفصل راسه، لكن روي طلع خدعهم وقطع راسه بنفسه بخيوطه علشان ينجو. لما حاول يقتل تانجيرو جيو ظهر تاني وقدر يقتله بسهولة بتقنية متقدمة جدا. قبل ما يموت روي افتكر ماضيه
كان طفل ضعيف ومريض تحول لشيطان على ايد موزان، لكنه خسر انسانيته، ولما حاول يعمل عائلة شياطين اكتشف انها مش عائلة حقيقية، وان الحب الحقيقي اللي كان نفسه فيه عمره ما لقاه. تانجيرو لمس روي وهو بيموت بحنان، خلاه يحس بدفى يشبه الشمس. في اللحظة دي روي تخيل انه بيعتذر لاهله اللي كان قتلهم زمان، وهم استقبلوه بحب وغفروا له، فحضنهم وهو بيختفي. بعد كده جيو وبخ تانجيرو لانه تعاطف مع شيطان، لكن تانجيرو قال له ان حتى الشياطين ندمانين وبيستاهلوا الشفقة. ساعتها شينوبو ظهرت وحاولت تقتل نيزوكو، لكن جيو حماها، وبعدين تانجيرو ونيزوكو وقعوا فاقدين الوعي، والكاكوشي لقوهم ونقلوهم للمقر الرئيسي عشان يتعالجوا. تانجيرو صحي ومربوط ومحاط باقوى صياد الشياطين المعروفين بالهاشيرا، اتهموه انه خالف القوانين بانه بيصاحب شيطانه اللي هي اخته نيزوكو. بعضهم زي سانيمي ورينجوكي وأوبناي طلبوا قتله فورا، والبعض زي شينوبو وميتسوري كانوا مترددين او حابين يعرفوا قصته. تانجيرو حاول يشرح ان نيزوكو اخته ما اذتش حد، لكن سانيمي استفزه وجرح نيزوكو قدام عينه علشان يثبت انها هتهاجمه بسبب الدم وانها جعانه. تانجيرو ضربه راس في راس علشان يدافع عنها. في اللحظه دي ظهر القائد كاجايا اوبياشكي، راجل اعمى ومريض لكن كل الهاشيرا بيحترموه جدا. القائد قال انه موافق يخلي نيزوكو تعيش، وقرأ خطاب من اوركوداكي بيتعهد فيه انه يضحي بنفسه هو وجيو لو نيزوكو اذت بني ادم. سانيمي فضل مش مقتنع وجرح نفسه علشان دمه يقع على نيزوكو ويشوف رد فعلها. نيزوكو قاومت نفسها وما هاجمتش عليه، وده خلى القائد يؤكد انها تجاوزت الاختبار. القائد قال لتانجيرو انه لو عايز يكسب ثقة فيلق صياد الشياطين لازم يهزم واحد من 12 كيزوكي، وتانجيرو وعد انه حتى هيهزم موزان نفسه. بعض الهاشيرا ابتسموا من الحماسة بتاعته. بعدها شينوبو خدت تانجيرو ونيزوكو لقصر الفراشة للعلاج، وفي الطريق تانجيرو طلب يدي سانيمي راس تاني لكنهم منعوه والكل ضحك. وصلوا قصر الفراشة وقابلوا كاناو اللي ما بتتكلمش كتير. تانجيرو شاف زينيتسو بيتعالج وكان بيتذمر من الدواء المر. تانجيرو راح كمان لإينوسكي اللي صوته مبحوح وتعبان ومكتئب شوية. القائد اجتمع مع الهاشيرا واتكلم عن الخطر اللي بيواجههم وزيادة قوة الشياطين. بعضهم زي سانيمي كان معترض، لكن القائد فضل يحفزهم. وبعدين تانجيرو واصحابه بدأوا تدريب تأهيل شاق، وزينيتسو اتضايق في الأول لكنه انبسط لما شاف البنات في القصر. بعد التدريب تانجيرو سأل شينوبو عن تقنية أبوه، لكن هي قالت له إنها ما تعرفش، ونصحته يسأل هاشيرا النار رينجوكي. تانجيرو شكرها ووعد إنه هيبذل كل جهده. وفي الآخر تانجيرو وأصحابه اتجهوا لمهمة جديدة مع رينجوكي في قطار موغان، مكان اختفى فيه ناس كتير. تانجيرو ودع الكل بشكر، وحتى كاناو أقنعها إنها ممكن تتغير مع الوقت. وأخيرا ركبوا القطار وكلهم حماس مستعدين لمواجهة خطر جديد. وبس دي كانت نهاية الجزء الأول من السلسلة. انتظروا الجزء الثاني من ديمون سلاير أو قاتل الشياطين. تنسوش اللايك والاشتراك. سلام.